دي الشاشة الرئيسية للبرنامج. عندي مجموعة أوامر فوق ومجموعة تحت ومجموعة عناصر في الجنب. في البداية كده أنا عندي شبكة بتظهر، أقدر أظهرها أو أخفيها باختصار حرف الجي. أضغط عليه تظهر وتختفي. دي مستخدمها في حاجات قدام كده. أول حاجة احنا بنستخدمها كمصممين هي مجموعة العناصر الرئيسية اللي بستخدمها في أي تصميم، وأساس كل تصميم كأني بعمل منحوتة، والمنحوتة دي أساسها صلصال لسه هشكله. أول عنصر بستخدمه هو البوكس. بضغط كليك شمال ضغطة مطولة واسيب الكليك، ثم أطلع فوق واضغط كليك تاني يعمل لي البوكس بتاعي. البوكس ده في تحكم بالطول، طول وعرض وارتفاع، واقدر اكتبهم من هنا. مثلا عندي عايزة بعد حاجة معينة، او مثلا 3 متر في 3 متر في 3 متر مثلا، كبيرة كده. في عندي السيجمنت ديت بستخدمها في ايه؟ ده انا اقول استخدمها قدام، بس عشان اظهرها في حاجة من هنا بختار edge faces، بتظهر لي حدود العنصر بتاعي. لو انا جيت زودت من هنا في الطول، وزودت من هنا في العرض، وزودت في الارتفاع، هنا بقى العنصر بتاعي في مجموعة من الخطوط. مجموعة من الخطوط دي بتخليه مرن معايا. لما اضيف مجموعة من الموديفاير معينة كده بتخليني اشد العنصر بشكل مرن. تاني عنصر بنستخدمه كتير في المشاريع هو البلين. البلين ده مجرد شيت بنحطه على الارض كده، له طول وعرض. هنا برضو السيجمنت بتاعته بنقدر نتحكم فيها، هنا ملوش خالص، وهنا بقدر اضيف الارقام اللي انا عايزاها. ولما اجي اشكل بقى الخطوط ديت بتساعدني في التشكيل بتاع العنصر ده انا عايزاه يكون ازاي. تالت حاجة بنستخدمها وهي السلندر. السلندر بالنسبة لي لها راديوس قطر ولها ارتفاع، وفي عندي برضو التحكم في السيجمنت بتاعتها كخطوط طولية وخطوط كامل محيط المساحة. بالنسبة لي كل ما قلت كل ما كان الشكل حاد، كل ما زادت كل ما بقى سموز اكتر وناعم اكتر، وده يساعدني في التشكيل اكتر. بالنسبة للخيارات التانية ديت احنا منستخدمناهاش كتير يعني او بتفرق معانا، بس تقدر تشوفها. مثلا دي مثلا بقدر اعمل شريحة من الشكل، او اللي هو بتبقى حاجة كده. ونجرب بقى، عايز نص اسطوانة او ربع او غيره، فتقدروا تقعدوا تلعبوا في الاعدادات ديت وتختبروا. دي اكتر العناصر اللي بنستخدمها هنا. بالنسبة للسفير ده برضو بنستخدمها احيانا، مجرد كرة كده لها راديوس برضو ولها خطوط. كل ما زادت كل ما بقى الشكل ناعم، كل ما قلت كل ما بقى حاد، وده بيفرق معايا كل ما احط عليه اوامر تانية عشان اتحكم فيه. بضغط على الامر بكليك شمال. لو عايزة اخرج منه بعد ما رسمت بعمل اسكيب، خرجت برا الامر خالص. لو انا عايزة ارسم عنصر فوق عنصر، لو جيت اشوف هنا اجي ارسم بوكس مش راضي يترسم فوق العنصر، بقوم عاملة ايه؟ بضغط الاوتو جريد ديت يقوم رسم لي العنصر فوق العنصر ايا كان بقى هو ايه، سواء سفير او غيره. بالنسبة ليا بقى عايزة اخرج برا الامر تاني بعمل اسكيب. طيب انا عايزة احرك العناصر دي، او انا ازاي بعمل كده؟ بحرك الشاشة كده او بعمل كده. لو عايزة احرك يمين وشمال من الدايرة اللي في الماوس اللي بنسميها سكرول، بضغط ضغطة مطولة واحرك يمين وشمال او فوق وتحت. لو انا عايزة الف في الفيو بورد، لا اما بجيب من هنا بلف من هنا، او بضغط الت مع ضغطة في السكرول اللي هي الدايرة اللي في نص الماوس بيتحرك معايا. طب لو عايزة احرك العنصر ده، عندي اختصار اللي هو اختصار حرف W،
واحرك يمين او شمال، او هلاقيه فوق هنا اللي هو السهم اللي عامل زي البلاس ده، وفوق وتحت احركه في اي مكان. طيب لو انا عايزة احركه مساحة معينة بضغط فوق كده كليك يمين وثم هيظهر لي حاجة كده. عايزة احركه في اتجاه الاكس مثلا سي 30 سنتي مثلا، احركه في الزد 10 سنتي كده. انا بقدر احرك بمسافة محددة، مسافة عشوائية او احددها انا بنظري. بحرك بالماوس عادي، بحرك بالماوس كليك شمال ضغطة مطولة بيتحرك معايا. طيب لو انا عايزة الفه او اعمله روتيت، الاختصار بتاعها حرف ايه، هلاقيه فوق سهم كده ملفوف، بحرك يمين وشمال في اي حتة انا عايزة. بضغط على العنصر ضغطة بختاره ثم بضغط يمين او شمال بيتحرك معايا. طب لو عايزة زاوية محددة فوق هنلاقي في رمز عامل زي الزاوية كده، السناب بتاع الزاوية. بضغط كليك يمين وبكتب الزاوية اللي انا عايزة احركه فيها، مثلا 45 درجة مثلا، واقفلها ثم اضغط افعل السناب الاول ثم اضغط. هتلاقيه بيتحرك بالزاوية 45 فقط لا غير. عايزة اخليها 90 اخليها 90. طيب لو عايزة اعمله سكيل بقى، اكبره او اصغره، عندي اختصار حرف الار، او فوق هلاقيه الايقونة دي اللي هي دي. بمسك كده بعد ما اعمل ضغطة على العنصر، اضغط ضغطة مطولة بكليك الشمال وارفع لفوق او انزل لتحت. طيب لو انا عايزة اعمل مثلا تحكم اكتر في السكيل، هتلاقي فيه كذا نوع. النوع الاولاني اللي احنا عملناه، النوع التاني بتلاقيه بيتعامل في بعد تاني. على العموم هي كده كده اصلا انا من الناس اللي ما بتهتمش بالتفصيلة دي، بس انتوا هتيجي تبص هتلاقيها في ابعاد ومحاور تانية. انا مش عايزة بقى اقعد اشرح فيها، ملهاش لازمة اصلا. انا بستخدم الاولانية فقط، بحيث ان انت لو باظ عندك الشكل وانت بتعمل سكيل تبقى عارف ان انت ممكن تكون مختار خيار تاني، ممكن يبقى اتعملت دي او دي، فانت ترجع للي فوق. طيب يا دينا، انا لو عايزة اعمل ديت، عايزة اعمل لها سكيل او حركة من زاوية معينة او من حتة معينة، هعمل ايه؟ هاجي هنا من البتاع اللي عاملة اللي لها بوكس كده ونزل منها رجلين، اختار افكت بوفيت اونلي. ثم لو عايزة الجزم بتاعي يبقى في نص العنصر، بحيث لما اعمله سكيل يبقى يكبر من النص ويصغر من النص، او احركه من النص او ايا كان. بعمل سنتر تو اوبجكت اللي هو مركز العنصر، فهو خلاص بقى هنا، واخرج من الامر. لو هعمل ار اللي هو السكيل، هيكبر من النص ويصغر من النص. طيب لو انا عايزة بقى ايه اعمله انا للمكان او الزاوية اللي انا عايزاها، اكبره من الحتة اللي انا عايزاها، بقوم شادة كده واحاول احطه في الزاوية. طيب هنا بقى في حاجة اسمها السناب اللي هي رقم 3 معكوسة دي، وافعل الفيرتكس بس. السناب ده بيخليني القط على النقط بتاعتي او على حواف العنصر بالظبط، من غير بقى ما اقعد احير نفسي. فمثلا انا عملت كده، عايزة اعمل سكيل من الحتة دي، هيكبر من الحتة دي. بعد ما اخلص بقى في السناب ده عشان ما يشوهليش الدنيا وانا شغاله. لو جينا نشوف العناصر اللي احنا استخدمناها دي، ممكن بنستخدمها في المشاريع في ايه، بحيث ان الدنيا تكون واضحه اكتر. اساس الشكل ده هو انا بدأته ببلان عادي او بلين عادي بالابعاد، وزودت السيجمنتس بتاعته لدرجة كبيرة علشان اقدر اعمل التشكيل بتاع الظهور ده.
بالنسبة للسقف، في السقف اساسه بوكس برضو، وانا حطيت عليه موديفايرز لحد ما بقى بالشكل ده. وعناصر الكلاسيك دي طبعا دي بلوكات جاهزة بندخلها الفايل. امر كمان هناخده، طبعا انا لما بضغط على العنصر انا اخترته خلاص. طيب العنصر ده كتلة واحدة انا عاملاه جروب. ليه؟ عشان لما اجي اتحكم او احرك او اطلعه فوق، اطلعه قدام او ورا او غيره، يبقى سهل معايا. طيب انا طلعت وعايزة ارجع في الامر، او انا اشتغلت وعايزة ارجع في الامر او الخطوة اللي انا خدتها، بعمل كنترول زد، كنترول زائد حرف زد. اجي ده مثلا عايزة حركتها بشكل غلط وانا شغالة، او راحت يمين او شمال او ايا كان، طبعا انا برضو بقدر احرك من هنا العنصر، بقدر احركه من تحت، طلعه يمين شمال فوق من الجزء اللي تحت ده. لو عايزة ارجع في الاوامر بعمل كنترول زد كذا مرة لحد ما يطلع يرجع لاخر حتة انا عايزاه. العنصر ده معمول جروب عندي، هلاقي اطلع فوق هنا هلاقي كلمة جروب من هنا اهي، هعمل جروب اوبن، فتحته اتفتح، هلاقيه جروب جوه جروب، يعني ده بقى لوحده وده لوحده. افتح الجروب ده تاني اهو، بقى كل عنصر لوحده. اظبط بقى ماتيريال، احركه يمين احركه شمال، ثم اقفل الجروب بتاعي كلوز جروب، اعمل كلوز وكلوز تاني مرة علشان يعمل لي كل العناصر دي كتلة واحدة اقدر احركها بشكل سلس. طيب لو انا عايزة اخرج عنصر من الجروب ده بعمل اوبن، عايزة اخلي دول لوحده ودول لوحده، بحيث ان ايه هستخدم ده في حاجة وده في حاجة، او هعمل ده كوبي العنصر تاني فعايزاه يكون منفصل او ايا كان، بعمل ديتاتش كده، ده بقى بره الجروب لوحده. اجي هنا مثلا اقفل الجروب بتاعي كده، بقى ده لوحده وده لوحده. طب لو انا عايزة اضم ده للجروب بعمله اتاش وبختار العنصر بتاعي، بقوا جروب واحد. بستخدم الجروب ان انا بخلي العناصر كتلة واحدة، سهل ان انا احركها او اعملها نسخ. يعني ايه نسخ؟ انا عندي كنبة واحدة في المشروع اهي، انا نسخها في كل الاماكن اللي هحط فيها كنبة. العنصر بتاعي اهو، بضغط عليه ثم بعمل شيفت، بفضل ضغط على شيفت واشد بالجزمه ناحية الواي، يقوم ايه محركها، هيظهر معايا قائمة كده فيها كوبي نسخ. بنسخ العنصر بيبقى زيه بالظبط. بس لو جيت اعدل على العنصر ده مش هيتعدل عليه اي شيء، بقى ده منفصل وده منفصل، نسخة مختلفة عن نسخة بس هما نفس الشكل. لو عدلت هنا في اي شيء ماتيريال او اي موديفاير ضفته، ده مش هيأثر على ده. طيب لو انا عايزة اخلي الاتنين مهما عملت هنا في ماتيريال او الوان او اي اضافات او موديفاير يتحقق في النسخة بتاعتي، بقوم ضغطة كده بمشي الجزم في اتجاه الواي او الاتجاه اللي انا عايزاه مع الشيفت، ثم تظهر القايمة هلاقي انستنس واختار انستنس كده. اي تعديلات في اي عنصر منهم هيتطبق على التاني بسهولة. طب لو عايزة اكتر من نسخة، بحيث ان انا معودش اعمل كل شوية شيفت او غيره، بكتب عدد النسخ مثلا 2، عمل لي كنبتين. طب لو انا عايزة امسح بقى، بضغط على العنصر ثم بضغط ديليت، اتمسح العنصر بتاعي. لو انا مسحت الكنبة الغلط اهوت بعمل كنترول زد، اقوم مرجعة كل شيء وامسح الكنبة اللي انا محتاجة امسحها، ورجعت كل حاجة معايا اهي. بالنسبة للكوبي او امر كوبي، في طريقة تانية بنعملها، بضغط على العنصر اللي عايزة اعمله نسخ وبضغط كليك يمين، وبلاقي عندي حاجة اسمها كلون، هلاقي كوبي وانستنس، بختار اللي انا عايزاه فيهم. بتكون العنصر على العنصر انا اللي بحركه يدا. في المشروع ده نيو كلاسيك،
ايه العناصر اللي احنا استخدمناها هنا؟ هي النسخ، والنسخ في كل العناصر سواء النجف او الاباليج او الجزء بتاع الديكورات او الكنب او غيره، والجروب برضو. بالنسبة للعناصر الاساسية بتاعتنا فهنا بلين، والارضية بلين، والسجادة بوكس، والسقف بوكس معدل عليه. وطبعا كل العناصر دي بوكسات. الارضية سلندر، والسقف بوكس مع سلندر، والارفف ديت بوكس. ده كده بشكل سريع الاوامر بتاعه الدبليو اللي هو بنحرك، الاي بنلف، الار بنعمل سكيل، والجروب بنعمل مجموعة من العناصر ككتلة واحدة بحيث اقدر احركهم، والنسخ